السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنعمل البانيه على طول النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هياخد معانا وقت ولا مجهود، وهنقدم جنبه بطاطس ان شاء الله. يلا بينا على طول دلوقتي على المكونات. معايا هنا كيلو من البانيه، وكمان التوابل بتاعتنا اللي هنحتاجها النهارده شويه من الفلفل الاسود، وكمان شويه من التوابل المشكله اللي هي السبع بهارات، وشويه صغيرين من الشطه حسب الرغبه، وحبايه مرق الدجاج فرقاه كده بايديا، وكمان شويه من الملح. ومعايا هنا كمان للتتبيله معايا بصلتين صغيرين، ومعايا حبايه طماطم، ومعايا شويه خل، ومعايا كمان للطبقه الخارجيه الغلاف الخارجي معايا بيضه، ومعايا البقسماط. هنبتدي بقى على طول. جبنا البوله بتاعتنا وجبنا المبشره، وهنبشر البصلتين معانا، وكمان هنبشر حبه الطماطم. هبتدي كده ابشر البصل الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقدر بقى هنا طبعا في التتبيله نحط اي مكونات تانية احنا عايزين نضيفها. احنا قلنا الاساس بتاع التتبيله البصل والطماطم. نقدر نحط فلفل اخضر، يعني ناخد قرن كده فلفل اخضر حامي نفرمه ناعم ونحطه مع التتبيله. نقدر نحط فصين توم او بصل بودر او توم بودر، يعني اللي احنا عايزين نحطه هنحطه هنا للتتبيله في المرحله دي. تمام. دلوقتي بقى اهو بدأنا بنبشر البصلايه. والنهارده طبعا البانيه بتاعنا احنا مش هنعمله بالدقيق زي ما احنا متعودين. احنا عاملينه على القناه مره قبل كده او مرتين تقريبا، كنا عاملينه بالطريقه الاصليه بتاعته. انما النهارده يا دوبك بس هنعمله بالبيض والبقسماط، مش هنحط له دقيق خالص. نقدر نعمل الطريقه دي، ونقدر نخش على القناه في الفيديوهات القديمه ونرجع ونشوف طريقه البانيه او البفتيك بالطريقه الاصليه بتاعتهم. احنا عاملين ده وعاملين ده على القناه قبل كده. بشرنا كمان هنا حبايه الطماطم، وهنعين كل القشر اللي طالع منها ده مش هنحطه خالص، هناخد بس قلب الطماطم. هننزل بقى اي حاجه كده على المبشره، وهنبتدي دلوقتي على طول نحط التوابل بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. هنزل كل التوابل. تمام اوي كده نزلنا كل كميه التوابل اللي معانا. هننزل بقى بمعلقتين 3 من الخل بالشكل ده كده، معلقتين كبار او 3 معالق يعني. وهنقلب بقى التتبيله تقليبه حلوه كده، وبعدين ننزل بالبانيه بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. هننزل بكل الكميه، وهنقلب بقى البانيه مع بعضه، وهنسيبه يتبل كده من ساعه لساعتين، يكون خد من طعم التتبيله حلو قوي، ويكون اتشرب منها. دلوقتي بقى على طول هنجيب البطاطس اللي هنحمرها جنبه، وهنقدم جنبه زي ما قلنا النهارده بطاطس محمره. هناخدها بقى كده، طبعا قشرناها وغسلناها، ودلوقتي هنقطعها بقى صوابع بالشكل ده كده، وهنرجع نغسلها تاني عشان النشا اللي فيها والحاجات دي يعني. هنقطعها بقى كلها بالشكل ده كده. طبعا هنا لو حابين طبعا نقدم جنب البانيه ده، نقدم جنبه رز، او نقدم جنبه مثلا مكرونه بصلصه او مكرونه محمره، حسب ما احنا حابين هناكل وهنقدم جنبه ايه هنعمل. تمام. احنا هنا طبعا قلنا عشان الوقت في المطبخ والدنيا حر، فقلت على طول هعمله وهعمل جنبه شويه بطاطس محمرين، ونحط شويه مخلل شويه سلطه، والدنيا هتعدي وهتبقى زي الفل. المهم ان احنا منقفش كتير في الحر ده في المطبخ. هنروح بقى على البوتاجاز دلوقتي على طول. حطينا الطاسه اللي هي بتاعت القليه، واول ما الزيت سخن على طول نزلنا بالبطاطس. ودلوقتي هنسيب النار عاليه على البطاطس حوالي دقيقتين 3، وبرجع بعد كده بوطي النار بخليها متوسطه. اول ما البطاطس تضطر معايا وتاخد كده يعني حبه تبقى طريه، بعلي عليها النار تاني وبسيبها دقيقتين 3 على النار تاخد التحميره اللي هي النهائيه. بتبقى بقى بالطريقه دي من جوه طريه ومن بره مقرمشه. انا على طول بعمل البطاطس بالطريقه دي. حمرناها خلاص طلعناها. دلوقتي هنبتدي على طول نحمر البانيه. معلش طبعا انا اسفه، انا كنت عامله الطبقه الخارجيه بتاعته، كنت حابه ان انا اوريها لكم بس الكاميرا فصلت، ما كنتش اعرف ان الكاميرا كانت فاصله. فانا برضو هقول لكم انا عملت الطبقه الخارجيه بتاعته ازاي او التغليفه بتاعته ازاي. انا حطيت البيضه كسرتها في طبق، وجبت شويه من التتبيله فكيت بيهم البيضه، بتدي طعم حلو قوي كده للبانيه يعني. تمام. مش حابين نحط شويه من التتبيله، هنحط شويه من الميه عادي اللي هي ميه الحنفيه، هنفك بس بيها البيضه. تمام. بعد كده بعد ما فكينا البيض حطيت على طول، طلعت البانيه من البوله اللي هي بتاعه التتبيله، طلعتها طبعا من التتبيله على طول حطيتها على البيض، ومن البيض للبقسماط،
وعلى طول زي ما شفنا قليناها في الزيت السخن لحد ما بقى بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين، وده طبعا الشكل النهائي بتاعه. يا رب يكون عجبكم، يكون الفيديو خفيف عليكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم منا كل جديد. اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله، احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامه.